صاحبي يتزوج وحضرت عرسه، بعد فترة حنقت زوجته، روحتها بصوت أبوها. كيف عملت؟ بالتلفون. اتصلت بصوت أبوها. وقت العرس لا يقولوا قال لي ده عم العريس، قلت له ماشي. قال عم العريس أسألك بالله لا مديت صوتي. بزيت الميكروفون. المهم انه هذا الخبر. قال هذا انا. قلت ايوه انت. بعد 25 يوم التقيت بصاحبي، لا اقول على نيتي، لا اقول دام الله السرور. قال ايش من سرور قضيك بيتهم؟ قلت له ليش؟ قالت صايحنا. قلت ما دام صوت ابوها موجود انا اروحها، لا امزح. قالوا حدك. وانا اتقنت الصوت. من حظي انه نزل ابو البنت، على سبب اتصلت براحتي، ما لو كان مجنون يمكن نجنن الاثنين. اكون اقول ها ويقول ها بج. فاتصلت قلت هيا السلام عليكم. جاوبت زوجتي قال عليكم السلام كيف انت؟ قلت الحمد لله لا كلوي لا وجعني، كان يشكي من كلوه. قال الله يشفيك ان شاء الله. ليش نزلت ابكم انت تعين من شان البنيه؟ ما بالله لا انا موجود، ما تقدري تقولي لا تروح. انها 25 نهار، ما يقولش يوم، نهار عندها ضوء واصل. 25 نهار وقدي بالبيت. قال مليت صايحه ودي انا اكلمها لانه تتحداني. جات البنت قال الام لا تقول جاوبي ابوش يا جنيه. قلت لا داعي على البنيه على سبب ابوها يهتم. رجع جاوبي ابوش. جات قال هذا كيف انت؟ قلت الحمد لله كلوي موتيني. قال اذا انت نسيت العلاج. انا قلت وسبكم نسيتوا العلاج ليش خليتم لي حس؟ ما عاد ايش بالعلاج انا بشلم وما تروحي. قال صيح فوقي. قلت كل الناس لا يصيحوا ما دار ما بيدار. قد جال عندي لي يقول يا عمن اللحمه وانت السكين ما بش حاجه. قال ذي تقول يا ابا اعمل ايه؟ قلت تروحي. قال حاضر. هيدي مش ازيد اعمل معاه كلمه لجا اكد. انا لهم لا يدوا موضوع ما اناش عارف له. هذا الهم. فعلا ادوا موضوع. قلت المهم انه هذا الخبر. قال كلمتها قد الخبر باذنها والله لو اطلع. هي تفتجع منه. قلت لو اطلع وهي بالبيت مرجع لها طريقش. قال لا والله قضيه فتحت الباب. قد مشت. وروحتها. بعدين قلت روحتها. بعدين قلت هيا ما عاد تشتوي شيء. قال ما كنت بموضوع اشتي اكلم. قلت لما اطلع هنا نكلم. قال عما كنت عبدها الزلط حاجه بينهم. قلت ايوه مكنتوه. لا ما مكنتوش مدري انا مو دخلش بذا الموضوع بدل ما حنب. قال ما اقول له شيء ذا. المهم انا اطلع اليومين ذا اذا انا اقفل. قفلت صرت لعند صاحبي قلت له تروح قضيك بالبيت. قال قلت والله لو زيد شات ما لا اقل عيونه. قال يا عمي تفاي. رجع قال انا اتصل لك من البيت مع السري. اتصل من الفرح يعني اتصل لي من البيت يقول وانا اقول الو يقول الو الو. قال يا عم جني يا وليد. قال يقول يا عم. قلت ايش؟ قال قيث يا بالمطبخ. قلت كيف تكفون جهالي طايعين. قال عادك مكانك بذا الصوت كيف تعمل انت وعمي؟ طلع من اب. هذا الفقره الكوميديه. طلع من اب اتصايحوا بالبيت على البنت اللي هم طلع رقمه عندي لما حميه التلفون. مو اقول له. طلع لي يقول بس لا يضحك. قال كيف انت يا وليد؟ قلت الحمد لله. قال انت بصنعاء. قال كنت اقول ما اناش باليمن. قلت يا بصنعاء. قال حرام طلاق ما تغدى الا عندي. قلت هي. قال هي لا مو عملت انت عملت خير انا افدى صورتك والله انك احسن من عيالي. وصلت للبيت جلسنا. اللي قال كيف قدرت تقلدني؟ قلت اول شيء يوم طلعت من اب كيف عملت؟ قال وصل لي يقول كيف للبنيه ما سلمتش علي؟ قال فقد تروحت. من ذي؟ قال لا تروح. فقد اتصلت. من ذي اتصل؟ فقد كلمتك من زلط عبده. يا زلط عبده الظاهر اتصلت وانا نوم. بالاخير قال والله ما هو الا وليد لدي صوتي طبق الاصل. منها واتصل لي. بعدين يقول كيف لا تقدر تقلدني؟ قلت شوف هذا صوتي لا شيء قدوه هذا الخبر. قال هذا انت. قلت لا شيء قدوه هذا الخبر. قال هذا انا. قلت لا شيء قدوه هذا الخبر. قال انا وانت. بعدين لا يقول لزوجته ادي لنا ماء ويتصير اصل المطبخ وانا اقول ادي لنا ماء. قال اجني عليه. قالوا وينسى وقال سرعي بالغداء. قال يلا. قلت سرعي قال اجني عليه كيف انت هرم؟ قال والله يا هو عدلي. وقت ما لي صايحه وتكلمت وقال افهمي. انا بدات وديت كلمه فعندما اديت كلمه قلت افهم مني. قال لا تربشني لحظه. قلت افهم. قال اقول لك لحظه. قلت افهم ذا الحين. قال ذا الحين من انا؟ ارتبش وانا قلت من انا. اعزائي المشاهدين مستمرين معكم. تفضل يا وليد ايش عاد معك متاع الجمهور؟ هناك الكتب